زمان كتير مننا كان بيسمع الكلام من مامته وباباه عشان بس الخوف، كانوا بيبقوا خايفين من أهلهم فبيضطروا يسمعوا الكلام. وده كان بيحصل زمان في وقته. الخوف يمكن كان وقتها بينفع عشان الولاد كان عندهم مصادر أقل، ما كانش فيه بدائل، ما كانش فيه أصوات كتير حواليهم، ما كانش فيه حاجات بيتفرجوا عليها عشان تخليهم واعيين. دلوقتي الخوف بقى بيكسر مش بيظبط، ومن زمان أكيد كان بيكسر بس احنا ما كناش واخدين بالنا. وبرضه مازال الطفل ممكن يطيع ويسمع الكلام بس يكون جواه إحساس بعدم الأمان، ومن غير ما يفهم كمان بينفذ وهو ساكت. الفكرة إن إحنا نخلي ولادنا يحترمونا، وإن هما يحترمونا ده مش معناه ضعف، ومش معناه إن أنا أبطل زعيق فلازم يا كده يا كده، لأ بالعكس. كل ما ولادي يحترموني معناه إن في ثقة ما بيني وما بينهم، في حدود واضحة، وإن ده بيجي من الثقة دي مش من التهديد. عنصر الأمان هو الحل. الطفل لما بيحس بالأمان وقتها بجد بيسمع لنا، وبيبقى حابب ان هو يعمل اللي احنا بنتفق معاه عليه، وبيبقى فيه فرصة ان هو يتعلم ويغلط ويتعلم تاني. لما الخوف بيبعد الأمان بيقرب. الخوف بيخلق مسافة، لكن الأمان بيبني علاقة طويلة. أنا بسمع أهالي كتير بتقعد تقولي أنا مبسوطة إن بنتي بتسمع الكلام، أنا بجد ابني مطيع جدا. لازم نتأكد إن سمعان الكلام ده وراه أمان ومن احترام مش من خوف. بنربي ولادنا مش عشان يخافوا مننا، بنربيهم عشان يحترمونا ويحسوا بالأمان معانا.